مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. إدخال معدات علاج طبيعي في إقليم الكاشبركة. تدريب لمنمي البساتين في عدخالة. الأمم المتحدة تعلن انتهاء مفاوضات جنيف حول ليبيا دون إبرام اتفاق. الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمسك بسيادة بلاده على هونغ كونغ. فرنسا وأستراليا يعيدان إحياء علاقاتهما بعد جمود بسبب أزمة الغواصات. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت كلية العلوم التجارة والعلوم الاجتماعية في عدقية اليوم 2 من يوليو 654 طالبا في 13 مجالا، 306 منهم بدرجة البكالوريوس و348 بالدبلوم. وتخرج الطلاب في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة والأدب الإنجليزي والجغرافيا والتاريخ والقانون والأعمال البنكية وعلم الاجتماع والآثار والمكتبات والمعلومات والفندقة والعمل الاجتماعي، و48% منهم من الطالبات. وأوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلماريان في مراسم التخريج الذي جرى عبر الفيديو الافتراضي إن التخريج بالنسبة للطلاب هو نتاج جهد كبير وصفحة جديدة في الحياة، وهنأ الطلاب لبلوغ مرحلة التخريج متحدين تحديات وباء كورونا. وقال إن التعليم ثروة وطنية عالية القيمة، موضحا بأن الحكومة تقوم باستثمار كبير إيمانا منها بأن تنمية القدرات البشرية أساس كل سياسات والتطور، وتعمل مؤسسات التعليم العالي لتقديم التعليم الذي يضع في الاعتبار العولمة والتطور التقني السريع. وأشار إلى أن كلية التجارة والعلوم الاجتماعية أرسل 6 مدرسين لدرجة الدكتوراه و7 مدرسين للماجستير إلى الصين والمجر وإيطاليا والهند وجنوب أفريقيا وروسيا لرفع قدرات أعضائها، ويتجهز 4 مدرسين إضافيين للذهاب هذه السنة. ودعا الطلاب إلى تلقي التعليم المستمر لرفع القدرات بالتأهيل، باعتبار أن التعليم يستمر مدى الحياة. أدخلت معدات العلاج الطبيعي لتوسيع وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى إقليم الكاشبركة المرجعي. وأوضح خبير العلاج الطبيعي في المستشفى السيد كيداني قبل ميكائيل أن خدمات العلاج الطبيعي كانت محدودة لمحدودية القدرات المهنية والمعدات الحديثة، وقد أدخلت المعدات التي أسهمت في تخفيف مصاعب الأعصاب والعضلات والمفاصل والدورة الدموية والعمود الفقري والرقبة. وأشار إلى توجه المرضى سابقا إلى أسمرة لتلقي العلاج الطبيعي، وقد ساعدت المعدات الحديثة المدخلة في حل هذه الإشكالية. وقال المدير الطبي لمستشفى إقليم الكاشبركة المرجعي الدكتور إسياس منجستاب إن خطوات تطوير خدمات العلاج الطبيعي جزء من جهود تحسين الخدمات الطبية والحصول على الخدمات عن قرب. وذكرت مسؤولة الخدمات الطبية في مكتب وزارة الصحة في إقليم الكاشبركة الممرضة قرقش بيانه إن المعدات الطبية التي تم إدخالها في المؤسسات الصحية عامة ومستشفيات بارنتو وأغردات وتساني تساعد في تقديم خدمات متكاملة وتخفض من التوجه إلى أسمرة لتلقي العلاج. ودعا المهنيون الصحيون مرضى الأعصاب والعضلات والمفاصل والدورة الدموية والعمود الفقري والرقبة للابتعاد عن العلاج الشعبي والتوجه إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج الجيد. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية للمزارعين والمهنيين الزراعيين في عدخالة حول إعداد واستخدام السماد الطبيعي، واشتمل التدريب المقدم ل3 أيام على أساليب الإعداد السريع للسماد الطبيعي ومبيدات الآفات الزراعية الطبيعية وإعداد واستخدام السماد البيولوجي السائل. وذكر خبير وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في مديرية عدخالة سيد تخلاي مانوتو ولد مدهن إن التدريب هدف لإعداد السماد والمبيدات الطبيعية للحد من استخدام المواد الكيميائية ومنصفاتها الكبيرة. وأكد المشاركون في التدريب اكتساب معرفة هامة تساعد في العمل الزراعي.
زار طلاب الصف 11 في مدرسة دمبسنبل بالإقليم الأوسط المنضوين في جمعية حونت زاروا مريضات الناسور في مستشفى مندفر المرجعي يوم 26 من يونيو، وقدم الطلاب أدوات نظافة وملابس وغيرها بقيمة حوالي 15 ألف نقفة. وأوضحت المشرفة على الزيارة المعلمة أستير عبيو أن الزيارة تأتي مواصلة للزيارات التي قام بها الطلاب من قبل لمدرسة أبرهبهة للمكفوفين ومؤسسات أخرى، وتسهم في ترسيخ قيم التعاون والتكافل. وشرح أخصائي النساء والولادة الدكتور هبتي هيلا ملكوت أسباب وأضرار الناسور، داعيا لتعزيز مساهماتهم لمكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات الذي يتسبب في مرض الناسور الذي يحدث أضرارا جسدية ونفسية على المرأة. وذكر تقديم العلاج ل 1720 امرأة في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي حتى الآن وشفاء 99% منهن. وأعرب ممثل الطلاب عن الارتياح لاتخاذ هذه المبادرة. هذا وأقيمت جمعية حونت في مدرسة دمبسنبل منذ 12 سنة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. اختتمت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية. وقالت مفادة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في ختام 3 أيام من المحادثات التي جرت في مقر المنظمة الدولية في جنيف، قالت: إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهما، فإنه يبقى غير كاف. ضمن نفس الإطار، أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن الخلافات تتصل خصوصا بإمكان ترشح من يحملون الجنسيتين أو لا، واستبعاد من يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات. وتحدثت الموفدة الأممية عن تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصا توزع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي. اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه ما من داع بتاتا لتغيير مبدأ بلد واحد ونظامين المطبق في هونغ كونغ منذ ربع قرن، والذي يمنح المستعمرة البريطانية السابقة درجة ما من الحكم الذاتي. وقال شي خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المدينة من بريطانيا إن هذا النموذج هو نظام جيد لدرجة أنه ما من داع بتاتا لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة. وأضاف أن كل ما فعلته الصين منذ الأول من يونيو من عام 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان لما فيه خير هونغ كونغ. وهذه أول زيارة يقوم بها شي خارج البر الرئيسي للصين منذ بدأت جائحة كوفيد-19، كما أنها زيارته الأولى إلى هونغ كونغ منذ اندلعت في المدينة في عام 2019 حركة احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية. بعد فترة من الجمود، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي أنهما عازمان على إعادة بناء الثقة بين بلديهما التي تدهورت بشكل خطير إثر فسخ كامبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية. وصرح ماكرون بعد استقباله البانيزي في باحة قصر الإليزيه في باريس: سنتطرق إلى المستقبل ليس إلى الماضي. واعتبر أن رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة في مايو بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية ليس مسؤولا عما حصل. والعلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ إلغاء كامبيرا في الخريف عقدا ضخما بقيمة 56 مليار يورو لشراء 12 غواصة فرنسية لإلغاء شراء غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار الإعلان عن اتفاق أوكوس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا. واتهم ماكرون حينها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالخداع، وتم استدعاء السفيرين الفرنسيين في كامبيرا وواشنطن إلى باريس في إجراء غير مسبوق.
أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا يهدف إلى الحد بشكل كبير من العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير والبوليسترين خلال السنوات العشر المقبلة، وهو جهد سيعود للمصنعين أنفسهم تنفيذه وتمويله بموجب هذا التشريع. النص الذي أقره هذا الأسبوع أعضاء الكونغرس في كاليفورنيا وصادق عليه الحاكم غافن نيوسوم ينص على أن 30% على الأقل من العبوات البلاستيكية المباعة أو المستخدمة في الولاية يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2028، على أن ترتفع النسبة إلى 65% على الأقل في الأول من يناير 2032. ويتصدى القانون أيضا إلى التلوث الناجم عن عبوات الأغذية المصنوعة من البوليسترين الممدد والتي تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة في الأكواب أو الأطباق في مطاعم الوجبات السريعة. ختاما لهذه النشرة تذكير بالعناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. إدخال معدات للعلاج الطبيعي في الغاشبركة. تدريب لمنمي البساتين في عالدخان. الأمم المتحدة تعلن انتهاء مفاوضات جنيف حول ليبيا دون إبرام اتفاق. الرئيس الصيني شي جين بينغ يتمسك بسيادة بلاده على هونغ كونغ. وفرنسا واستراليا يعيدان إحياء علاقاتهما بعد جمود بسبب أزمة الغواصات. انتهت النشرة، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.